ليلة القدر، الفرصة الأخيرة قبل إعادة التشغيل. تخيل حياتك زي جهاز شغال من غير تحديثات، تقيل ومليان ملفات قديمة وأخطاء متراكمة، وكل شوية أبطأ وأضعف. تحاول تصلح حاجة فتلاقي مشاكل تانية ظهرت لك، ومفيش حل غير إعادة التشغيل. فتيجي ليلة القدر تكون هي الزر اللي ممكن يخلصك من كل الأعطال اللي معطلة حياتك. طب ده يتم إزاي؟ تعالوا في البداية نسمي بالرحمن ونصلي على سيدنا النبي المصطفى العدنان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعرفوا ان الهموم التقيلة اللي على قلوبنا ممكن تتشال في لحظة، والذنوب اللي عاملة لحياتنا تهنيج ممكن تتمسح بالكامل. ده مش كده وبس، علاقتنا بربنا اللي بقت ضعيفة ممكن ترجع أنقى من الأول. طب ازاي اوصل وازاي اضغط على زر اعادة التشغيل ده؟ عايز اقول لكم ان حلقتنا النهاردة بتشاور على المشكلة وبتلاقي حلها. اللهم لك الحمد ولك الشكر. فتابعوا معايا النهاردة بقلوبكم وركزوا معايا جدا جدا جدا، لان اللي جاي هيوضح لك انت مشكلتك ايه وحلها فين. رقم 1، احذف الملفات التالفة. لو جهازك دلوقتي مليان بفيروسات مش هينفع ان انت تسيبها وتطلب منه يشتغل اسرع، اكيد لا. الذنوب والتقصير والقلب المشغول بالدنيا كل دي ملفات تالفة، ولو ما حذفناهاش من قلوبنا مش هنحس بليلة القدر، مش هنشوفها. طب اعمل ايه؟ توبة صادقة، تدخل تتوضى وتقعد في اتجاه القبلة وتقفل تليفونك وتناجي حبيبك وتطلب منه يغفر لك ويتوب عليك، ترجاه. ابكي، ربنا يحبك وانت بتتذلل ليه. اطلب منه انه يغفر لك ويسامحك ويتوب عليك ويسترك وينجيك. والله في اللحظة دي هتحس ان انت عايش الحقيقة. هي دي الحقيقة ان انت عبد لله سبحانه وتعالى. في الوقت ده ابدأ صفحة جديدة. انت قلبك دلوقتي بيناجي الرحمن، قلبك دلوقتي في اتصال مباشر بربنا سبحانه وتعالى، فأي دعوة هيستجاب ليها بإذن واحد أحد. ليه؟ خلاص انت فاتح الاتصال بينك وبين ربنا. ما هو انت ما قعدتش القعدة دي وما تحركتش وقلت بسم الله الرحمن الرحيم إلا لأنه نداك، هو اللي قالك تعالى. طب لو سمعت وما تحركتش، افهمها انت بقى. تحب تبقى ايه؟ لا انا عاوز جاهد. لو لقيت نفسك ما تأثرتش بكلمة أنا قلتها، جاهد نفسك. طب يا رب أنا عاوز أحس اللي هي بتقوله ده، طب يمكن هي حسته أو غيرها يعني حسوا أو طبقوا. لأن مفيش حاجة اسمها صدفة. أنت بتسمعني دلوقتي وأنت بتسمعيني دلوقتي لأن ربنا عاوزك تسمع الكلام ده. حتى لو أنا كنت إنسانة بسيطة وعلى قدي، أنا لمس قلبي شيء فأنا طلعت أقوله علشان أذكر نفسي بيه وأذكر غيري بيه، وعشمانة في ربنا سبحانه وتعالى إن الشيء ده يفضل ويبقى منبع كده للحسنات ليا. ما هو احنا لما بنعين بعض على الخير خلاص. انت لما بتسمع مني حاجة وانا لما بسمع منك حاجة وبنكمل بعض علشان كل ده يصب في الطاعة، أطيع ربنا سبحانه وتعالى بقلبي قبل جسدي. يعني وأنا بسبح عايشة، وأنا بصلي خشعة، وأنا بقرأ القرآن الله يتكلم، وأنا بأدي أي حاجة في الحياة بخليها عبادة لله. بتعامل مع حد في شغل، في بيتي، مع أولادي، مع جوزي، مع حماتي، مع جيراني، مع أيا كان شكل التعامل، أنا بخليه عبادة. بعامل ربنا في اللي قدامي، في الوقت ده انت حولت جنب العبادة الأساسية صلاتك وصيامك وزكاتك وقراءة قرآنك والعبادة اللي ربنا طالبها منك، انت حولت عبادة تانية، عبادة. خليت التعاملات أصبحت عبادة، حطيت ربنا قدامك في كل حاجة.
وانت بتتحرك وانت بتاكل وانت بتتكلم وانت بتتصرف وانت بتبني ولادك وانت بتعامل اولادك وانت بتحل مشكلة مع جارك وانت حاطط ربنا قدامك. ما بتسيبش العصبية تسرقك والشيطان بقى يضحك عليك، لا. رقم 2، فض مساحة لاستقبال البركة في حياتك. الجهاز لو مليان بملفات ملهاش لازمة مش هيعرف يستقبل أي تحديث جديد، ده حقيقة. وقلبك نفس الفكرة، لو مليان غل، كره، حسد، أي حاجة من الحاجات دي، اعرف إن البركة مش هتلاقي مكان تنزل فيه جوه قلبك. طب إيه الحل؟ الحل إنك قبل ما تطلب من ربنا أي حاجة، تعالوا نركز بقى، قبل ما تطلب من ربنا أي حاجة، أي أمنية، نظف قلبك الأول. سامح، انسى، شوف ايه الحاجة اللي هتقربني من ربنا سبحانه وتعالى، ركز عليها، ركز، شوف ربنا بيحب ايه، يحبك تاخد من خصاله. افتكر نفسك انت بتروح له بذنوب كالجبال، يبدلها لك حسنات. عايز تقولي بقى ان واحد يعني شوية الدنيا كانت جوه قلبه فلا شايف ولا سامع، جه عليك فانت خلاص؟ طب ما انت اذيت نفسك على فكرة. هو اذاك بس انت اذيت نفسك بان انت مكمل في الكره. الانسان اللي بيغل خد عقابه في الدنيا قبل الاخرة. علشان القلب لما بيدخل في مرحلة الغل والكره بتبص تلاقي ده جاب حاجات تانية كتير، جاب بقى حسد، جاب نميمة، جاب حاجات كده صعبة قوي، فتبص تلاقي ان القلب ده غير صالح للاستخدام، للتعامل، للمعايشة. فانت ضريت نفسك يا سيدي. اي حد يجي عليك ربنا بيتصداله، ربنا بيقف قدامه، ربنا بيجيب لك حقك. هو ليه البعض مننا مش قادر يستوعب ولا يدرك ان اي حد بيضرني ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لي حقي منه دنيا واخره؟ اه والله. فسيب بقى اللي يتكلم وسيب اللي يأذيك. مين اللي واقف له؟ رب السماوات والارض، لا اله الا الله. على فكره من بعد ما حطيت المعنى ده قدام عيني خلاص ما بقتش بزعل من حد وبلتمس له يعني الأعذار وأقول يمكن يمكن يمكن، علشان عارفة إن الإنسان اللي بيلتمس لأخوه المسلم العذر إنه ممكن ما كانش يقصد، طلع في جو صعب قوي فهو اللي خلاه كده، الحياة ضغطت عليه فخليته يشوف زوايا مش صح، هو جه أذاني، جه ضرني، جه قهرني، جه خلاني أبكي، بس أنا عارفة إن ربنا هيجيب لي حقي. خلاص المعنى ده لما يمسك جوه قلبك ويعيش جوه قلبك انت مش هتسيب بقى غل وكره يسيطروا عليك فتفضل تحقد وتغل من الشخص ده. وبعد شوية على فكرة لما انت خلاص هو ده بقى راح لحال سبيله، الانسان ده خلاص ممكن تكون ما بتتعاملش معاه بس انت خلاص هو ساب لك بصمة جوه قلبك وانت راضي، انت بتقول له الله انت اديتني حاجة جميلة قوي، مكمل انت بقى. انت مكمل، هو اذاك فانت من الاذى اللي هو اذاهولك انت كمان بتاذي. انت هتقولي لا انا ما بعملش اللي اتعمل فيا، لا والله، لا يا حنان وسعت منك، لا والله. لما تسيبي قلبك يكره ويغل خلاص هيدخل بقى جوه القلب ده حاجات تانية كتير صعبة. والشيطان مش بيخليك ترتكب الذنب الكبير مرة واحدة، لا، ده بياخدك بالتدريج، كدبة صغيرة كده، نفاق مثلا هنا، حاجة تعملها تمد ايدك على حاجة وتقول ده جنيه، اللي ياخد الجنيه ياخد ال1000 جنيه، واللي يكذب كدبة صغيرة يكذب كدبة كبيرة. تبصي تلاقي اللي جوه قلبك ده حولك حد تاني. فخلي بالك لأن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، واحنا محتاجين ان قلوبنا تكون على طول عايشة. الإنسان اللي بيسيب غل وكره وحسد ونميمة وآفات تضيع قلبه بالشكل ده، القلب ده في الوقت ده ما بيكونش عايش على فكرة، ما بيكونش عايش. يحضر ليلة القدر ازاي القلب ده؟ يعيش ليلة القدر ازاي؟ قوليلي كده، ازاي قلب جواه كده وجع كتير
أنا ليه يا رب كريم؟ أفضل ليه أفتكر في الأوجاع وتأذيت؟ خلاص الله يسامحه ويسهله. ربنا كريم، ربنا هيعوضني، ربنا هيديني، ربنا هيكرمني. أنا هشوف الخير كله لأن أنا مع حبيبي. أنا باخد من خصال الرحمن الله يسامحه. علشان أنا لو ما عملتش كده بقيت شبه اللي أذاني. وحدوا الله، لا إله إلا الله. وتعالوا نروح لرقم 3. امسك في الشاحن الصح. لو دلوقتي جهازك تليفونك بطاريته فاضية، مش هينفع ان انت تشغله مهما دوست على زر التشغيل مليون مرة. قلبك محتاج للشحن. قلبك محتاج ان هو يتشحن. طب انت بتشحن قلبك بايه؟ بالدعاء، بالقرآن، بسجدة تقوم منها خفيف، بدعوة تقعد تدعي ربنا، تقعد تترجاه وتطلب منه، تقول له يا رب اشفيني، يا رب اديني، يا رب اشفي كل مريض، يا رب بحق لا إله إلا الله اشفي كل مريض يا أكرم الأكرمين. لمست قلبي الحتة دي. احنا محتاجين قوي للصحة، لأن هي اللي بتعيننا على الذكر والقرآن والدعاء وقيام الليل. ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. الحل في ركعتين تصليهم بخشوع، فتقعد مع القرآن الكريم وتدعي دعوة من قلبك بصدق حقيقي. في الوقت ده انت فعلا تلمس ليلة القدر. في الوقت ده انت تستشعر بليلة القدر. انت تقعد تدور على ليلة القدر، بس هي في الحقيقة بتدور عليك. انت عمال تدور، فماسك من اول رمضان في كل عمل طيب، في كل حاجة تقربك من ربنا. فسبحانك يا رب، ليلة القدر هي اللي تجري عليك. هي اللي تجري عليك جري، لان شايفة قد ايه انت قلبك عايش، قلبك حي، قلبك متصل بالله سبحانه وتعالى. انت ما بتعاملش اللي قدامك زي ما هو ما بيعاملك، لا. اي حاجة بتحصل لك في الدنيا هي اختبار من الرحمن الرحيم، عايز يشوف قلبك يا ترى في تقل الجبال ثابت على الإيمان، بيحب ربنا بجد، ولا بيتكلم وخلاص، خفيف كده وكله رحمة وكله نور وهو بيتعامل مع الناس. ما ينفعش نتعامل مع بعض بقلوب تقيلة، لا. لما تيجي تتعاملي مع حد قدامك خليكي نور ليه. عارفين انتوا الإنسان لما يوصل انه يكون نور للطرف التاني، يا الله، معنى جميل قوي قوي. طب يعني أكون ليه نور وهو يأذيني ويكون الضلمة اللي سودت حياتي؟ ربنا موجود معانا، شايف مين أذى ومين مسالم وموكل أمره ليه. انت بقى عايزة تاخدي حقك، خلاص خلاص، انت هنا في اللحظة دي يعني بتقولي له يا رب معلش أنا هاخد حقي أنا. معنى اليقين والتوكل يجي في الحتة دي. اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. رميت حمولي عليك يا رب، يا رب فلان أذاني، من غير حتى ما تقولي، ما هو مطلع وشايف، شايف مين أذى ومين تحمل. أنا عمالة أكد على المعنى ده لأن كتير كتير من القلوب اتوجعت. فتعالوا نسامح علشان نقدر ندخل ليلة القدر بقلوب جميلة، قلوب منورة، قلوب بجد تقدر تستشعر ليلة القدر. واللي قلبه مع الرحمن الرحيم بيستشعر ويشوف ليلة القدر قبل أي حد تاني. والله تلاقيه حاسس ويقول لك أنا حاسس إن دي ليلة القدر. قلبه بقى هو اللي شاف الليلة، ترقبها قبل عينيه. احنا تاني يوم بنبص في الشمس ونترقب زي سيدنا النبي ما قال لنا ونشوف. انت قبلها بتعيش معاني جواك انت. سبحانك يا رب، لو القلب ده مش في وضعه الحقيقي، لو القلب ده مليان بالدنيا ما بيقدرش يديكي الإشارة الصح، ما بتعرفيش، ما بتبقي مش فاهمة، مش عارفة تقولي مش عارفة والله أنا مش قادرة يعني أقول أو أجزم إنها ليلة القدر ولا لأ. لو قريبة من ربنا، لو منظفة قلبك، لو عايشة مع حبيبك، سامحتي، قلت يا رب أنا سامحت لوجهك الكريم، تبص تلاقي القلب ده ربنا أحياه من جديد، فيشوف قبل بصيرتك.
والله هو اللي يكون البصيرة ليكي في كل حاجة في حياتك، يستشف أي حاجة في حياتك، أي حاجة تحصل قلبك يقولك عليها قبل ما تحصل. ليه؟ هو ده المؤمن، قلبه دليله، قلبه مطمن، قلبه في اتصال مع ربنا سبحانه وتعالى. فتبص تلاقي القلب ده شايف وسامع ولامس وحاسس كل حاجة قبل ما يوصل لك انت اي حاجة، قبل ما يوصل لك اي معنى قلبك وصل له المعنى. لا اله الا الله. اكيد كلنا نفسنا نكون كده، اكيد نفسنا قلبنا يستشف ليلة القدر ويقول لك ايوه هي كانت ليلة القدر، هي كانت ليلة القدر. انا في الليلة دي عشت مع ربنا سبحانه وتعالى، كلمته من قلبي، قلبي اللي كان بيكلمه قبل لساني. يا الله، حقيقي لو قلبك هو اللي كلم ربنا قبل لسانك خلاص بتحسي انتي، بتلمسي قوي. رقم 4، اضغط على الزر. مفيش جهاز بيرجع يشتغل لوحده، لازم حد يضغط على زرار التشغيل. انت اللي لازم تاخد القرار. مم. الليلة دي مش هتمر علينا كده وخلاص، لا دي مش ليلة عادية اساسا، دي ليلة من الليالي الوترية اللي ممكن تغير حياتنا كلنا. يعني اعمل ايه؟ ايه الحل؟ خدي خطوة، خد خطوة مهما كانت صغيرة بس تكون صادقة طالعة من قلبك. اقعدي، لو في حد وجعك سامحي، ولو انتي يعني جيتي على نفسك وارتكبت ذنب كبير في حق الله، اطلبي من حبيبك يغفر لك وتوبي وقومي خفيفة من على سجادتك. النهاردة ليلة ممكن تغير قدرك 180 درجة، تحول حياتك كلها. مش معقول، مش معقول ان احنا نقول لا. لا، مفيش قلب بيسمعني دلوقتي يقول لا لأيام بتغير الحياة كلها. سبحانك يا رب، من أول يوم في رمضان لآخر يوم في رمضان، والله العظيم، والله العظيم كل يوم فيه نفحات وبركات. انتي بتعيشي مع الرحمن الرحيم، بتعيشي وبتقولي يا رب أنا الشهر الكريم الجميل ده أنا بجد هخليه هو اللي يعدل في سلوكياتي، يعدل في كل حاجة جوايا. أنا هبتدي. انتي بتمسكي عن أي حاجة تغضب ربنا أو تأذي حد ليه؟ علشان انتي عاوزة تعدلي من نفسك. ده الإنسان الواعي المؤمن الفطن هو اللي يعمل كده، ما يسيبش نفسه في شهر كريم يبقى عايش عادي. لا، الشهر ده هيكون إعادة تدوير ليا وإعادة تشغيل لحياتي. أنا كل حاجة بعملها غلط لا هطلب من ربنا يعفيني منها. الفرصة قدامك، يا إما تمسكها وتبدأ من جديد، يا إما تسيبها تفلت وتفضل أنت في مكانك. ليلة القدر مش مجرد ليلة في السنة، دي لحظة ممكن تغير حياتك كلها. بس القرار قرارك. انت فاكر ان الزمن هو اللي بيغيرك، لكن الحقيقة ان التغيير الحقيقي بيبدأ لما انت تاخد الخطوة. هتتحرك ولا هتفضل مستني؟ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لي من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ الأركان، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أشهد أنك أنت ربي، لا إله إلا أنت الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.